السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن المنتخب المغربي للشباب يواجه منتخب المكسيك كأس العالم للشباب بعد الإنجاز والإعجاز أمام الكبار إسبانيا والبرازيل. المنتخب المغربي هذه المرة أمام المكسيك تأهل رسميا في الصدارة رسميا، إنجاز ولا أروع. ولكن المغاربة يقولون لما لا نعيد الكرة على البرازيل، نعطي المقابلة للمكسيك وانتصار لإسبانيا، خروج للبرازيل كما فعلتها سابقا أمام المغرب. نقول أن هذه كرة القدم لن نعود للتاريخ. يلعب يا أشبال، قدموا كرة جميلة والباقي على الله. إذا ملعب المقابلة استاد فالباسيو. أكمل اللقاء عرفين بيليتو. المقابلة اليوم السبت على الساعة 8 بتوقيت غرينتش، 9 بتوقيت المملكة المغربية الشريفة. نعم، على أرضية هذا الملعب الذي يتسع لقرابة 25,000 مناصر. لا شك أنهم سيحجون لمساندة كل على حدة. إذا قناة بين سبورت بتعليق المغربي جواد بدة، والمغربية البث الأرضي المعلق غير مدرج. آخر 5 لقاءات للمنتخب المغربي 4 انتصارات، هزيمة، في حين 3 تعادلات وهزيمتين للمكسيك في آخر 5 لقاءات. وبالتالي على الورق المغرب سيمر، لكن هل يريح بعض اللاعبين من أجل الثمن؟